السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهارده يا جماعة احنا هنتكلموا عن مكاوي شعر، تمام، وبرضه العيوب الشائعة فيها بالنسبة لموضوع البوردة. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا اتمنى من كل يعمل لايك وشير، واتمنى لو لسه في حد مش مشرفنا بالمتابعة يشرفني بالمتابعة. والناس اللي بتعدي على اللايف مرور الكرام، صدقوني والله ممكن تخش تقعد معانا شوية. مش هقول لك ان روح الاثاره بتبقى ماليه اللايف، بس والله بيبقى في ناس محترمه جدا بتبقى موجوده وبنقعد نتكلموا وبنهزروا. احنا ميعاد اللايف بتاعنا دايما من الساعه 9 ونص لحد الساعه 12 او 12 ونص بالليل. واتمنى ان الكل يشرفني، وانا تحت امركم في اي استفسارات، اي سؤال، حد احتاج اي قطع غيار، احتاج ان الحاجه بتاعته تتصين، انا على راسي والله للكل. ونبتدي بقى الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعه، في ناس ياما سالتني على موضوع مكاوي الشعر، وان المشكله البورده فرقعت، وان ودوها لحد وقال لهم دي مش هتنفع، او ان هو وصل لهم السخان دايركت والكلام العبيط ده كله. هشرح بايجاز مشاكل مكاوي الشعر. تمام، بصوا يا جماعه، 90 لا مش هقول 90، 80% من مكاوي الشعر لما بتقطع كهرباء بيبقى العيب في الجزء اللي بيلف ده، وده بيبقى حله سهل. هو الجزء ده بيبقى هنا زي ابره كده صغيره وبتلف في دايره فيها طرفين كهرباء. تمام، ده شرح بسيط. بيتعمل ايه؟ بيتقص السلك من هنا وبيتلغي الجزء الدايره اللي جوه، بيتوصل السلك على البورده دايركت وبتشتغل تمام زي الفل. خلاص، افتراضا بقى ان القصه ما طلعتش في الكابل، فمعظم الناس اللي انت بتودي لهم مكوى اول ما بيقيس لقى الكابل سليم يقول لك البورده فرقعت ملهاش قطع غيار مع السلامه، ما بيحاولش يبص ايه الجزء اللي بايظ في البورده. ليه؟ احنا لو البورده الجزء اللي مفرقع فيها بعيد عن الاي سي بتاع الحراره وبعيد عن الكنترولر، وجاي في جزء هاردوير، يبقى ممكن ان هو يتصلح. لازم نعرف ان الف ب اي بورده في الدنيا بيبقى ليها جزء حمايه في الاول، سواء بقى الجزء ده فيوز حراري، فيوز كهرباء، مجموعه يعني في بيبقى جزء حمايه في الاول. انت ممكن بنسبه كبيره ان يكون اللي فرقع في البورده هو الجزء ده، ما يبقاش البورده من قلبها هو اللي باظ، ما يبقاش الجزء اللي ملوش تصليح في البورده هو اللي باظ. فالفكره ان انت توديها لحد يبقى عنده الصبر ان هو بيحاول في الحاجه، مش كده وخلاص. تمام. طبعا هنقوله 90% من مكاوي الشعر على فكره مش هتلاقي لها بوردات لو البورده باظت. تمام، الا انواع معينه، وفي ناس بتسالني وبرد اقول لهم اشتري نوع كذا عشان ده ليه قطع غيار في السوق، ممكن تتوفر، ممكن تجيبها من اي حته. خلاص. موضوع ان فني او صنايعي او ايا كان هويته يقول لك انا عملت لك وصلت لك المكوه دايركت توصلها في الكهرباء تسخن، ده كلام ما ينفعش نهائي، وما توافقش على حاجه زي دي، لان هو بوظ لك المكوه وهيبوظ لك شعرك. لان ده السخان، الفكره ان هو الاي سي بتاع البورده اللي باظت ده هو بيبقى معاه اوردر، ويبقى فيه سنسور ان درجه الحراره اللي انت ظبطتيها هي ساعه ما بتوصل لها بيدي اشاره للحساس للاي سي دوت، بيقوم قاطع الكهرباء عن السخان علشان ما يفضلش يسخن ويتعدى هذه الحراره. طبعا لما انت توصل له كهرباء دايركت هو هيفضل يسخن 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 لحد ما هيسيح البلاستيك بتاع المكوه، هتلاقي فيه ريحه شياط وهيحرق لك الشعر. طبعا ده كلام عبيط جدا، هو بوظ لك يعني دمر لك اللي فاضل من المكوه وهيدمر لك شعرك. يعني لو في امل ان انت كان ممكن تلاقي بورده عند حد، بورده قديمه، بورده من مكوه كانت مثلا سخانتها باظت، لا هو نهلك الفكره دي، دمرها لك. خلاص، فما توافقش اي حد يقول لك هوصل لك الكهرباء دايركت والكلام العبيط ده. خلاص. احنا معانا مثلا يعني عينه دي مكوه صاحبتها والله العظيم كانت جايه بتشتري من عندي مكوه شعر، لان احنا عندنا بخلاف الصيانه عندنا معرض، كانت جايه بتشتري مكوه شعر وبمبلغ، وهتاخد دي براند بيبليس، كانت عايزه واحده تانية زيها مكوه معديه ال 2000 جنيه، مكوه ثمنها 2200 جنيه، الموديل الاعلى من دي مش البكره اللي هي فيها زراير والله، وكانت جايه هتدفع فلوس. ولما انا عرفت ان عندها مكوه ودتها لواحد واثنين وقالوا لها دي البورده مفرقعه ومش هتنفع، قلت لها طب معلش ابص عليها، وبالفعل جابت لي المكوه، ولقيت ان الجزء بتاع الحمايه في البورده هو اللي بايظ ويتصلح، والحمد لله ربنا كرمنا وصلحناه. والمكوه اهي، يعني انا هنجربها برده قدام حضراتكم اهي يا جماعه. المكوه احنا صلحنا البورده اهي، اللمبه قادت والحراره البكره شغاله وبتسخن اهي، ابتدت السخونيه اهي، السخونيه ابتدت تتحرك في السيراميك اهي فوق وتحت.
تمام. فبالفعل دي صاحبتها كانت هترميها، او هي خلاص تعتبر رمتها وكانت جايه تشتري مكوه جديده، احنا صلحناها والكوست اللي اتكلفته ولا حاجه تقريبا مقارنه بالسعر اللي هي كانت هتشتري. فيا جماعه قبل ما تروح تشتري، تاكد ان انت وديتها لحد عنده امانه، حد بيكون فاهم علشان ما يكلفكش. خلاص، دي معظم المشاكل بتحصل في البوردات. خلاص. طبعا في براندات زي ديت مش هتلاقي لها غير في التوكيل، لو عرفت تجيب من التوكيل اصلا البوردات. زي ما قلنا يعني 90% من المكاوي ملهاش اصلا بوردات في السوق. خلاص. ده يعني بايجاز شرح بسيط للمشاكل اللي بتيجي في البوردات بتاعت المكاوي والكلام ده، واذا كانت تنفع تتصلح او مش هتتصلح على حسب العيب اللي في البورده، بس يكون الشخص الفني فعلا بيبص على حاجه بما يرضي الله. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. انا عارف ان هو الفيديو طول شويه عليكم وانا بعتذر جدا. شرفتوني كلكم بالمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.